اهلا بيكم، انا فادية قاسم. تعالوا بقى معايا هنا، اللي عايزه تتخن كده تيجي جنبي، والاطفال بقى حبايبي اللي بيروحوا المدرسه الصبح يجوا جنبي برضو، لان كلها فايده. الحلبة المعقودة دي أو المفتقة كلها فايدة. إن كان العسل الأسود كله حديد وفيتامينات لا تعد ولا تحصى. كمان السمسم كله كالسيوم طبيعي. زي ما بقولك للكبير وللصغير مفيد. السوداني ما أقولكمش طبعا فوائده قد إيه. فالأكلة دي كلها على بعض كده فيتامينات بتعلي المناعة، جميلة جدا للكبير وللصغير. تعالوا بقى، واللي عايز تتخن بقولك تاكل منه، واللي مش عايز تتخن هتاكل معلقة من نفسها. تعالوا نشوفوا بالطريقة. انا النهاردة هنعمل 2 كيلو عسل. 2 كيلو عسل هياخدوا حاجة من الاتنين، قدامك اختيارين او 3 كمان. هنحط لل 2 كيلو عسل معلقتين حلبة، هتنخليهم كويس جدا، لان بيبقى فيه تكتلات كده بتبقى يعني لو وقعت في لقمة كده بتبقى مررة، فانت لازم تنخليها كويس جدا. معلقتين حلبة معاهم معلقتين مغات، او معلقتين حلبة معاهم معلقتين محوجة. لو ما فيش ده ولا ده يبقى انت هتحطي 4 معالق حلبة. اتفقنا؟ يبقى بياخد 4 معالق. 4 معالق من ايه؟ 2 حلبة و2 مغات، او 2 حلبة و2 محوجة، او 4 حلبة. هياخد نص كوباية من الدقيق، كوباية الا ربع من الزيت، وعصرة ليمونة. وكمان هياخد السمسم الكمية اللي انت عايزاها. انا جايبه ربع كيلو لل2 كيلو. جايبه 400 جرام سوداني، كان عندي 400 جرام سوداني برضو، انت تحطي ممكن الكميه اللي انت عايزاها. ومعلقه عسل جلوكوز، ده بيخلي الحلبه ليها مطه كده وبتلمع، وما تسكرش معاكي. هنحط اول حاجه الكوبايه الا ربع زيت. احنا هنستعمل ربع كوبايه في الاخر تاني، هنشوف ليه. كوبايه الا ربع زيت هتحطي عليها دقيق. هنا في خطوه ممكن تعمليها بدل التانية. لو السمسم بتاعك محمص زي بتاعي، هتحمصي الاول الدقيق. تحمصي الاول الدقيق في الزيت. لو السمسم بتاعك ابيض يبقى هنحمص الاول السمسم. خلاص، يبقى عندنا خطوة. السمسم اللي هيحدد الخطوة الأولانية السمسم. سمسم أبيض يبقى هتحمري السمسم الأول وبعدين تضيفي الدقيق. لو السمسم محمص زي بتاعي كده يبقى هتحمصي الدقيق وبعدين تضيفي السمسم. شايفين حمصنا الدقيق كده، لونه فاتح على نار هاديه يا جماعه، عشان ما تشعوطش منكم وما يغمقش. على نار هاديه كده، كل حاجه على نار هاديه، وايدك في الحاجه بتقلبيها كده على طول. وتحاولي تعملي في حاجه واسعه، حله واسعه كده عشان تاخدي راحتك فيها. شايفين انا بنقلب كده، هنفضل نقلب كده لغايه ما السمسم بتاعي احسه إن استوى. هحسه استوى ازاي؟ هلاقي السمسميه كده اتنفخت معاكي، وفي نفس الوقت لو جيتي يعني دقتيها هتلاقيها بتقرقش تحت لسانك. اول ما تقرقش تعرفي ان هو خلاص استوى. هتضيفي العسل. شايفين انا دقته الاول لقيته لسه ني، سبته على النار شويه لغايه ما اتنفخ ولقيته بيقرقش تحت اسناني، حطيت العسل. هتضيفي العسل شويه شويه كده برضو وانتي بتقلبي، وتخلي بالك على ايدك. شايفين هنضيف الاول كيلو وبعدين هنضيف الكيلو التاني. شايفينه على نار هاديه زي ما بقول لكم كده، واحده واحده. مش هتاخد معاكم يا جماعه والله يمكن نص ساعه، يعني بكتير نص ساعه تلاقي عملتي احلى حله حلبه ممكن او مفتقه ممكن تاكليها. شايفين اول ما تغلي كده غلوه نبدا نجيب الحلبه. انا جايبه حلبه هنا ومحوجه معلقتين ومعلقتين، زي ما بقول لك، يا محوجه يا مغات. يا اما لو ما عندكيش يا محوجه ومغات يبقى هتحطي 4 معالق حلبه. 4 معالق حلبه منخولين يا جماعه، عشان ما يبقاش فيهم حته مره كده تقع تحت اسنانك كده، لا، يبقوا منخولين بيبقوا زي دي بالظبط. شويه شويه بتضيفي شويه شويه كده، وتقلبي بايدك كده عشان ميبقاش فيه تكتلات ولا اي حاجه، لغايه ما تدوب في العسل كويس جدا. شايفين؟ بتقلبي كويس جدا، وبعدين ما بتسيبهاش على النار مدة طويلة علشان ما تمررش منك. انا حاطة اخر حاجة زي ما انتم شايفين كده، يعتبر اخر حاجة الحلبة، علشان لو ضفتيها في الاول او حمرتيها مع الدقيق هتديكي مرارة جامدة قوي. بعد كده بعد ما حطينا الحلبة هنحط بقى عصرة الليمونة، وتقلبي برضو باستمرار كده. شايفين ايدك على طول في الحلة.
بعد كده هنضيف معلقة العسل الجلوكوز. عسل الجلوكوز ده بيخلي اولا الحلبة ما تسكرش، حتى لو ما حطيت لهاش ليمون ما تسكرش معاكي، وتبقى تديها لمعة كده، تديها لمعة كده، وبتبقى ومطة، بتبقى جميلة جدا. هتسيبيه برضو يا دوبك غلوة كده وتشيليه من على النار. خلاص احنا ضفنا كل الاضافات، فاضل ايه؟ فاضل السوداني، هو ده الحاجة الوحيدة اللي متحطتش. هنحط ربع كوباية من الزيت وهنضيف السوداني بتاعي. زي ما بقولك السوداني والسمسم الكمية اللي انت عايزاها المتاحة ليكي تحطيها، عايزة تكتري تقللي مفيش اي مشكلة. المهم السوداني على نار هادية كده. السوداني ده محمص، جايباه متحمص، فهنحمصه زيادة في الزيت. وانت بتحمصيه كده هتلاحظي ان السوداني بقى طرى، بدل ما ينشف طرى، لكن انت لو سبتيها يبرد هينشف معاكي وهيبقى زي البندق بالظبط، ناشف كده ومحمص وفي منتهى الجمال. انا بنجسه كده لسه شويه عليه، هسيبه شويه ونسيبه بقى على جنب لغايه ما يبرد خالص. تنزليه قبل ما يغمق قوي منك، لان بيغمق درجتين بعد ما بتنزليه، ويبرد بيغمق منك درجتين. بعد ما برد بقى ناشف كده، وزي ما بقول لك عامل زي البندق بالظبط المحمص. بتحطيه كده على الحلبة بتاعتك، شايفين كده على الوش. وبنبدأ بقى ايه، نحط الكمية كلها وبنبدأ نقلبه على بعض. زي ما بقولك الحلبة دي مفيدة جدا. اللي عايزة بقى تتخن، اللي ولادها في المدرسة الصبح كده، حتى لو مش عايزة تديهم سندوتش، معلقة كده ياكلها قبل ما ينزل، يعني هتديله مناعة. وفي حبة فيتامينات ما اقولكيش، حبة فيتامينات في العسل الاسود، كان حديد، ان كان مغنيسيوم، ان كان بوتاسيوم، كمية يعني لو دخلتي وبحثتي هتلاقي كمية فيتامينات لا تعد ولا تحصى. السمسم كمان كمية كالسيوم طبيعي مش مضر خالص، برضو جميل جدا للكبار وللصغيرين. السوداني برضو ما اقولكيش يعني كمية الفيتامينات اللي هتستفادي بيها قد ايه. حتى اللي مش عايزة تخينة يعني ومش عايزة تقرب للحاجات الحلوة دي، معلقة كده، مش لازم سندوتش وتملي السندوتش، معلقة كبيرة كده تاخديها كده الصبح كده ان شاء الله على الريق كده، هتديكي فيتامينات، هتديكي مناعة، جميل جدا في الجو البرد، يديكي طاقة زي ما بقولك كده في منتهى الروعة. يا ريت اللي يعجبها الفيديو ما تنسنيش بالله عليكم في اللايك والشير لاصحابك وتفعيل الجرس للكل عشان يوصلك كل جديد. شايفين بقى الجمال، شايفين حاجة كده ما اقولكمش كأني عاملاها بالبندق. اقول لكم تصبحوا على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.